في أهداف بتكون حلوة وفي أهداف بتكون مهارية، لكن هذا الهدف تحديدا من ليونيل ميسي ضد ريال مدريد هدف عبقري تكتيكيا قبل ما يكون مهاريا. اليوم راح نشرح اللقطة الثانية بثانية ونفهم ليش هذا الهدف مرعب لأي دفاع. اللعبة بتبدأ مع استحواذ برشلونة على الكرة وبوسكيتس مباشرة برجعها لميسي، وهاي أول لقطة مهمة. ميسي استلم الكرة وهو عارف إيش راح يصير قبل ما يصير. أول ما استلم الكرة كان في لاعب من ريال مدريد قريب جدا منه، أي لاعب عادي كان ممكن يرجع الكرة للخلف، لكن ميسي بيحافظ على هدوءه وبعدها على طول بيقرر يتقدم للأمام. شوفوا المدافع الأول عم بيقرب بسرعة وميسي بدفش الكرة للأمام برجله وبلحظة واحدة بس بيقص للداخل. هاي الحركة الصغيرة هي اللي دمرت المدافع تماما، والأجمل من هيك ميسي ما وقف، كرر نفس الحركة مرة ثانية، دفش الكرة لقدام وتجاوز المدافع الثاني بنفس الأسلوب. وهون دفاع الريال صار بحالة طوارئ. مارسيلو بيركض عشان ينقذ الموقف، لكن في شي عبقري صار داخل عقل ميسي في هالثانية. ميسي فهم انه داخل منطقة الجزاء، يعني لو اي مدافع لمسه ركلة جزاء فورا، وهاي الفكرة اعطته جراءة كبيرة ليكمل الهجمة للنهاية. ميسي بيرفع الكرة من فوق مارسيلو، حركة صغيرة لكن قتلت الدفاع الكامل. لاحظوا كيف حارس المرمى خرج من مرماه، وهون اللحظة اللي كلنا بنحبها. بعد ما ميسي يشوف الحارس خارج من المرمى بهدوء تام بيسدد بقدمه اليسار بام بالشباك. هاللقطة بتورجيك ليش ميسي مو مجرد بس لاعب مهاري، هو لاعب بيفكر أسرع من الجميع، من تمريرة بسيطة لمراوغتين وقرار ذكي داخل المنطقة وإنهاء ولا أجمل. وهيك بالضبط بتصنع الأهداف التاريخية. لايك واشتراك.